ريحة الأعشاب الإيطالية وهي طالعة من الفرن هي السبب إني بعمل الوصفة دي كل فترة. النهاردة هنعمل خبز التشيباتا بالأعشاب الإيطالية، تشيباتا بريد. في طبق كبير هنضيف المية والخميرة وزيت الزيتون ونقلبهم مع بعض. بعدها هنضيف الدقيق والملح ونضيف معلقة كبيرة من ميكس التوابل الإيطالية المجففة، ريحان وأوريجانو وروزماري. هنقلب بالمعلقة الخشب لغاية ما الدقيق يختفي خالص. ما تستغربوش لو العجينة كانت لزجة جدا، وده طبيعي. بعد كده هنعمل ستريتش اند فول 3 مرات، وبين كل مرة والتانية هنسيب العجينة ترتاح من 20 ل 30 دقيقة مع تغطيتها كل مرة. وبعد آخر مرة هنغطي الطبق وندخل العجينة التلاجة من 12 ل 18 ساعة للتخمير البارد. تاني يوم هنرش دقيق ونقلب العجينة بالراحة، وباستخدام سكرابر أو مكشطة أو قطاعة عجين هنقسمها لمستطيلات مش منتظمة. ننقلها على صينية عليها ورق زبدة ونسيبها ترتاح من 20 ل 30 دقيقة، وبعد كده هندخلها في فرن سخن على درجة حرارة 200 لحد ما لونها يبقى ذهبي وتبقى مقرمشة من بره وخفيفة وهشة من جوه. استنوا عليها تبرد شوية قبل ما تقطعوها، واستمتعوا بريحة وطعم الأعشاب الإيطالية من أول قطمة. جربوها بنفس الطريقة وقولوا لي رأيكم.